أصل الكلام اللي سمعتوه من المذيع ما يعبرش عن حقيقة القصة. هي صحيح قصة حب وبتحصل كل يوم، بتحصل لكل بنت مغلوبة على أمرها لما تحس إن الشاب اللي بتحبه خيب أملها. طبعا هي تقصدني أنا، لكن برضه كل الكلام اللي قالته ما يعبرش عن الحقيقة كلها. احنا عارفين إن كل إنسان له طباعه وعاداته وتقاليده، لكن مش معنى الحب إن الإنسان يتخلى عن طباعه وعاداته وتقاليده. القصة دي أنا بلعب فيها دور حدق بتلعب بالبيضة والحجر. عرفت إن عندها قرشين قلت أهي دي نقطة، مش كده؟ يعني لا حب ولا مبادئ. لا الحكايه مش كده، تسمعني انا بقى افهمك الحكايه. اتفضل. سمعتني؟ ايوه اتفضل. الحكايه بقى ان ده انسان طيب ومسالم وبيحب، بس الحقيقه زي ما انتم عارفين ان انا كل ادواري تقريبا بطلع غلبويه ورغايه. انما دوري في الفيلم ده يختلف خالص، دور زوجه هاديه مطيعه بتخاف من جوزها موت، عشان كده مش هقدر اكمل. منعم خلي المذيع بقى يكمل وحياتي. طيب حاضر. يا هو فين؟ السفيرة عزيزة، أنشودة حب كاملة، لحن متكامل تعزف فيه كل أنغام الحب. تمثيل شكري سرحان، أحمد أفندي، سعاد حسني، سفيرة عزيزة، عدلي كاسب، عباس الرقص،